مبدئيا كده احب اقول لك كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيبه. داخلين على احسن شهر في السنه، الشهر اللي معظمنا بيستناه، شهر الخير والسعاده والفرحه حتى في الايام اللي احنا فيها دي. كل سنه بنستنى الشهر ده، فيا رب كل واحد يكون مبسوط واحنا داخلين على الشهر الكريم ده. مش عايزين نرغي كتير، يلا نشات. اهلا بيكم يا جماعه في قناه جيمي السلطان اللي عملتها مخصوص عشان ما تبقاش عطلان. لو مهتم بان تطور نفسك وتحل مشاكلك وتكون انسان جديد، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. هبدأ ماشي. اتفضل. وطبعا بقى فيديو زي ده ما ينفعش يتختم غير مع السلطان الكبير، ففي شويه اسئله كده لازم نسالها له، انا مش هعرف ارد عليها، فمحتاجين حد كبير يرد عليها. اول حاجه عايزين نسالها، هو انت مثلا كأب او ام ابنك لازم تساعده وتشجعه ان هو يختم القرآن من هو صغير. مش شرط انه يختم القرآن كله، ولكن يبدأ يتعلم انه يقرأ قرآن في رمضان ويعرف ان الشهر ده اتعمل عشان كده. فممكن تقول ايه للابهات والامهات يعني؟ الله الاول انا بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، بقول للفانز بتوعك كل سنه وانتم طيبين. الحمد لله. ودي اول مره نظهر مع جيمي في الفيديو. وهو الموضوع بيبتدي من الصغر، ما ينفعش وهو كبير يتكلم في انك تقول له احفظ والكلام ده. بتاخده ايه، بتاخد ايات صغيره الاول، بتعرفه يقرا ايه صغيره ويجي يقولها لك واحده واحده. بتبتدي الموضوع بعد كده بالنسبه له هيبقى رمضان وغير رمضان بيقرا قران. هو مش شرط ان يختم القران في رمضان بس، احنا القران نقراه طول السنه ما فيش مشكله يعني. هو مش رمضان هو بس بتاع القران، طول السنه ممكن نختم القران. انا طبعا ما كنتش عارف اقول الكلام ده لوحدي يعني. الواحد طبعا في رمضان قبل الفطار بيحس ان هو همدان عشان صايم، وبيقول انا لما افطر هعمل كل الحاجات اللي ورايا، ولكن لما بيجي يفطر للاسف يعني بتحصل بقى حالة الانتخه اللي هو ما بيبقاش عارف يعمل حاجه. فانت ممكن تقول ايه للناس عشان بعد الفطار يعرفوا يعملوا الحاجات اللي وراهم يعني؟ والله هو كلنا كان بيحصل لنا الكلام ده. بس هو المفروض ان انت اي نعم بيجي على الفطار، بيجي عليك المغرب بتبقى عايز تاكل. انت المفروض بيجي المغرب عليك بتاكل حاجه بسيطه جدا، يعني ممكن لو سندوتش جبنه مفيش مشكله. بتقعد بعد كده ساعتين ثلاثه وتصلي التراويح وتقعد وتعمل اي حاجه، هتلاقي نفسك في نفس كميه النشاط بتاعتك بعد ما تاكل السندوتش الجبنه. بعد 3 4 ساعات كل اللي انت عايزه مفيش مشكله. انما ساعه الفطار هي مشكله الناس، تستنى المغرب عشان تفرش وتديها في اكل، وبعد كده تلاقي ما بيعملش حاجه، وطبعا ما بيصلوش تراويح. فالموضوع ده مش مظبوط. هو المفروض ياكل على الفطار حاجه بسيطه ويقعد له ساعتين ثلاثه ويصلي العشاء ويصلي التراويح، وبعد كده ممكن ياكل اللي هو عايزه. طبعا انا كنت المفروض ان انا جاي اسال بابا مش دكتور، بس طلع دكتور في الآخر، مش عارف ايه ده. ده بقى سؤال كده بره الصندوق. هنقول مثلا ايه اكتر حاجه ممكن تكون بنستنى رمضان عشانها، او الحاجات الحلوه في رمضان اللي الناس ممكن تبقى فايتاها او مش واخده بالها منهم؟ والله اولا انا بشوف بتبقى في كميه تسامح في رمضان، يعني بتبقى نازله من عند ربنا. في ناس كتير بيبقى في تسامح، بيبقى لمه الاسره، قعدتنا كلنا بناكل في وقت واحد. يعني في الايام العاديه ممكن ده بيتغدى لوحده وده بيتغدى ما بيجي من الشغل. طبعا استاذ جيمي يجي الكليه يزنق اخواته كلهم على ما يستنوه، ويا ما يستنوهوش ياكل لوحده. انما في رمضان بنتلم كلنا بناكل كلنا مع بعض، ودي احلى حاجه انا بحبها في رمضان، تجميع الاسره. نو كومنت نو كومنت. طبعا دي بقى كارثه بالنسبه لمعظم الناس، بانهم طبعا في ناس زي حالاتي وزي طبعا استاذ بابا اللي هو ما ينفعش يصحى من النوم اصلا من غير قهوه، لان القهوه دي بالنسبه لنا اللي هي الف ب صحيان من النوم. فبالنسبه للناس بقى اللي هتتمنع من الموضوع ده عشان الصيام وكده، يعملوا ايه علشان يبداوا يفوقوا ويبقوا انشط على مدار اليوم مثلا؟ واولا انت في رمضان هتشرب كوبايه قهوه واحده، هتشربها امتى؟ لو رجعنا لاول الفيديو قلنا سندوتش جبنه وهنقعد بعد السندوتش جبنه ده بشويه هتشرب كوبايه القهوه. ما تشربش قهوه متاخر، لان انت لما بتشربها متاخر مش هتعرف تنام كويس، هتصحى الصبح زهقان وتعبان وعايز تشرب قهوه. انما لو نمت كويس وصحيت فايق خلاص الموضوع منتهي، وهتلاقي نفسك هي كوبايه القهوه، وهتلاقي نفسك ظبطت نفسك عليها، وهتلاقي نفسك ماشي فيها بعد رمضان بنفس الاسلوب. دي حاجه مهمه جدا طبعا، ان هو انت رمضان ده اكتر شهر يخليك مثلا تتعود. لو انت بتشرب قهوه كتير هيحاول انك تقلل من كميه القهوه اللي بتشربها، لان هي طبعا القهوه كتير مش كويسه. هنختم بقى الفيديو برساله كده للاباء والامهات او لكل اللي بيسمعونا بمناسبه شهر رمضان الكريم، مع طبعا بابا اللي مشرفنا في فيديو النهارده. والله احنا عايزين، انا مش شيخ، ولا مثلا هقعد اقول الصلاه والصيام لا، انا والله واحد زيكم وليا غلطاتي وليا كل حاجه. مش بدي رساله لحد، انا بديها لنفسي قبل ما اديها لحد.
فهو احنا ده شهر خير، احنا لازم يبقى في الصلاة، في التراويح، في التهجد، في التسامح، في ان احنا بالنسبة اللي عنده اولاد اطفال صغيرين ما يضغطش عليهم قوي الناس صلي وصوم. الموضوع يجي واحدة واحدة، تحببه في الصلاة، تحببه في الصوم، ما تخلوش يحس ان هو لو ما عملش كده ده هيروح النار دلوقتي وهو قاعد. الكلام ده مش صح، بالذات مع الاطفال الصغيرين. لازم نتعامل معاهم، نوصل لهم رسالة الصوم والصلاة والخوف من ربنا بطريقة تمهيدية بالراحة، مش ما يبقاش في ضغط عليهم في الصيام، في الصلاة. نخليهم فعلا يصوموا ويصلوا وكل حاجة، بس الموضوع يجي واحدة واحدة، وهو عشان تحببهم في الموضوع. والكلام ده انا بقوله لنفسي قبل ما بقوله لكم. انا زي ما قلت لكم انا ولا شيخ ولا دكتور، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب، ويجعلها سنة سعيدة عليكم ورمضان سعيد عليكم. وده بقى كان الفيديو بتاع النهارده، كده خلصناه. فنختم بقى بطريقتنا وبس كده يا معلم. ده كان الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو. وزي ما بقولك دايما، انسى اللي فاتك وخليك سلطان حياتك. اشوفكم الفيديو الجاي.